نيكاراجوا وشروط الدخول الى نيكاراجوا بقت صعبة جدا للمصريين. المفروض ان عشان ندخل نيكاراجوا بتبقى فيزا عند الوصول، لكن الامور اتغيرت والباسبور المصري للاسف رايح في داهيه. خلينا نشوف ايه اللي حصل وايه اللي حصل معايا واقول لكم ايه اللي حصل بالظبط على الحدود في نيكاراجوا. نيكاراجوا كانت فيزا عند الوصول للمصريين، ببس اول ما وصلت للاسف نيكاراجوا شالت المصريين من فيزا عند الوصول. طب ايه الحل دلوقتي؟ طبعا ما كنتش اعرف وما كانوش هيدخلوني، فاللي دخلني ان لازم يكون معاكم فيزا امريكا او فيزا كندا او فيزا بريطانيا. ده الحل الوحيد اللي ممكن يدخلنا نيكاراجوا، غير كده لا. ده موقع رسمي لكل امريكا الوسطى بيقول لك ازاي تسافر وهي شروط كل دوله وكل حاجه. جبت نيكاراجوا قدامكم ومكتوب اهو المصريين قدامكم. مصر اهي عامل عليها زوم، مصر موجوده، ممنوع ان هي تدخل الى بدون تاشيره، بس عشان تدخل لازم يكون فيزا امريكا او انجلترا او كندا تكون. ده كان فيديو انا كنت منزله، ناس كتير نفسها تسافر نيكاراجوا الفتره دي. بعد اذنكم خدوا بالكم، لان نيكاراجوا بقت بفيزا للمصريين من السفاره، ما بقتش فيزا عند الوصول. وده عن تجربه حاصله معايا شخصيا، لولا ان انا معايا فيزا امريكا وكندا وبريطانيا وشنجن والحاجات دي كلها ما كنتش هدخل. واللي دخلني اكيد هي فيزا امريكا. لكن خدوا بالكم لان الموضوع مش سهل، في ناس تدفع فلوس رهيبه الفتره دي عشان توصل نيكاراجوا، وبترجع من الحدود وبترجع اصلا من المطار من هنا، والدنيا مش احلى حاجه. خدوا بالكم من نفسكم.